بعد قيام الثورة أرادوا أن يتحضروا بسرعة، فأول ما فتحوا السينماءات قبل كل شيء. فكان لنا جار عمر بيت جديد، وكان يقبض أموال السينما، والذي يلاحظه أنه في المساء يأخذ الفلوس معه إلى البيت. فتعرف على بيته، يمكن تعريف ناقص، لأنه دخل أول ما دخل بيتنا. سمعت كذا الهكس والركس كذا، قمت أشعر الله بقفص سيجارة تحت قدمي، أخذته. بعد دقائق أسمع الجار هذا يصيح إن هناك لص يصعد إلى بيته، وكلما أطلع عليه ارتد إلى خلفه، وكلما ارتد إلى خلفه رجع، فيشتري نروح لعند الأمن. قلنا ما يهمك يا الله. رحنا لعند الأمن، قال صاحب الأمن أنتوا عتشوفوه بعد يومين في عيد الثورة، ستشوفوه في الإعراضة يعرض الجلود. قلنا طيب. فكنت في تلك اللحظات الحلوة أتساءل عن قصيدة أو عن مدخل إلى قصيدة، فجاءت هذه الحادثة، كانت هي موضع تحقيق صحفي ونفس شعري. شكرا، عنوانها لص في منزل شاعر. شكرا دخلت بلا إثارة وبلا طفور أو غرارة، لما أقرت خنقت في رجليك ضوضاء الإغارة، لم تسلب الطين السكون ولم ترع نوم الحجارة، كالطيف جئت بلا خطى وبلا صدى وبلا إشارة. أرأيت هذا البيت جزما لا يكلفك المهارة، فأتيته ترجو المغانم وهو أعرى من مغارة. ماذا وجدت سوى الفراغ وهرة تشتم فارة، ولهاث صعلك الحروف يصوغ من دمه العبارة، يطفي التوجد باللظى ينسى المرارة بالمرارة. ماذا أترجو عند صعلوك البيوت غنى الإمارة، يا لص عفوا إن رجعت بدون ربح أو خسارة، لم تلق إلا خيبة ونسيت صندوق السجارة. شكرا، أتنوي أن تشرفنا بتكرار الزيارة.